يعني احنا رح نعمله اليوم وناكله تاني يوم؟ لا، رح ناكله بنفس اليوم وجاهز معاكم بنص ساعة بس. فمن هلأ بقولكم اعملوا سيف للوصفة، لأنكم رح تعملوها بدل المرة مليون مرة. أطيب مكدوس زيتون ممكن تجربوه بحياتكم. وشو بدي احكي لكم؟ لاحكي لكم على طعمته اللي بتاخد العقل، كيف تعمليه وكيف تحفظيه وتحافظي عليه من اول معلقه لاخر معلقه بنفس الطعم الزاكي اللي دقتيها اول مره. هذا الشيء اللي رح نتعرف عليه مع بعض خلال الفيديو اليوم. فاحبائي كالعاده خلينا ننزل على التعليقات، نصلي على الرسول، اكسب اجر انا وانتو. بشرفني كثير اعرف من اي بلد بتتابعوني، كثير بحب شوف تعليقاتكم الحلوه واتعرف عليكم من اي بلد. فضلا ليس امرا اضغطوا لايك لهذا الفيديو، بكون كثير ممنونه لكم. ونقول بسم الله ونبدا. في البدايه احبائي اي مخللات انتوا بدكم تعملوها المفروض انه تكون عندنا المطربانات ازاز، ما بصير نستخدم البلاستيك ابدا. رح اضيف بالمطربان معلقه كبيره من الملح ومعلقتين من الخل الابيض، بعد هيك بعقمه بالمي السخنه، بتركه شي 10 دقائق، بعد هيك بكب المي وبشطفه بمي نظيفه. اهم اشي بحطه على مصفاي لحتى يتهوى ويتصفى معانا تماما وينشف معانا تماما. اهم اشي بالمخللات النظافه، ثم النظافه ثم النظافه. اما بالنسبه لطريقه تحضير مكدوس الزيتون فركزوا معاي منيح. عندي هون حبتين من الفلفل الرومي الأحمر، كل شي عملته اني نظفتهم كتير منيح وتخلصت من الجزء الابيض تماما لانه هذا بيفسد لي التخزين. بعد هيك قطعتهم وحطيتهم بمحضرة الطعام وضفت عليهم سنين من الثوم مع اضافة معلقة كبيرة من دبس فلفلة ومعلقة كبيرة من هريسة الشطة او دبس الفلفل الحارة. اكيد بتقدروا تضيفوا معلقتين من دبس الفلفل لو ما بدكم اياه حراق، او اذا بدكم اياه حراق فيكم تعملوا ميكس مثلي او تعملوه كله حراق اللي بتحبوه بتفضلوه. وبس انخلطوا معي كتير منيح وما ضل عندي اي كتل ونعموا معي تماما، بصفيه وبتخلص من كليات العصارة وبحتفظ بس باللب. بطبق كبير ضفت كوبين من الزيتون الأخضر مقابلهم كوب من الزيتون الأسود، ولو حبيتوا تعملوا الكميات متساوية بصير، ولو حبيتوا تستغنوا عن الأسود أو الأخضر كمان بصير. ولو عندك زيتون حبيتي إنك تخليه وتكملي الخطوات عادي جدا. فت كل كمية الفلفلة اللي حضرناها مع إضافة معلقة صغيرة مليانة من الملح ومعلقتين من الخل الأبيض مع إضافة نص كوب من جوز عين جمل كسرته لخشن. بدمج مكوناتي مع بعض مع إضافة كوب واحد من زيت الزيتون. وأبدا ما تكتروا ملح أكتر من معلقة صغيرة صبايا، لأنه كل المكونات منضاف لها ملح، كان دبس الفليفلة أو معجون الشطة الحارة أو الزيتون كلياته مالح، فلو ملحتوا بزيادة بيملح معاكم كتير. ومعلقتين الخل الأبيض بالإضافة لزيت الزيتون كافي إنه يكبس لكم إياه. رح أحتفظ فيه بالمطربان، وضروري كيف ما قلت لكم يكون عندي أزاز بغطيه كتير منيح وبحتفظ فيه بالثلاجة، وبتقدري تاكليه من أول يوم ويا ريته ألف صحة وهنا. هلا هو كتير طيب مع اللبنة، وكتير طيب مع اللبنة التركية، وكتير كتير كتير طيب مع جبنة الفيتا مع كاسة شاي بالحليب وزيت وزعتر وزيتون أخضر. ودوقوا دوقوا وادعوا لي. وأحبائي لو وصلتوا معي لهون وعجبتكم الوصفة اكتبوا لي تم و10 على 10 يا ملك. بالهنا والشفا مقدما، وباي باي.